خدها قاعدة كده، لما تجيلك أي فرصة لازم تستغلها صح، عشان ده اللي هيحدد بعد كده شكل حياتك. وهنا في المكان ده هحكي لكم عن شخصين جات لهم فرصة، واحد ضيعها فداق الذل بعدها، والتاني استغلها فالتاريخ خلد اسمه. ده ميدان صلاح الدين، وكان اسمه زمان ميدان الرميلة، وهو من أشهر ميادين القاهرة زمان، لأن القلعة لما كانت مقر الحكم كان موكب السلطان بيخرج في المناسبات المهمة من باب اسمه باب العزب المواجه على طول للميدان. وفي أوقات الصراع كان المماليك بيتجمعوا هنا ويروحوا على مدرسة السلطان حسن ويضربوا القلعة، وجنود السلطان يردوا عليهم من فوق. واحدة من المعارك دي حصلت لما كان مصر بيحكمها الظاهر جقمق. المماليك هاجوا عليه بعد 10 أيام من حكمه، وقرروا ان هم يعزلوه من السلطنة، واتجمعوا كلهم ورا امير اسمه قرقماش، وده كان أتابة العسكر، يعني زي وزير الدفاع كده عندنا. والمماليك قالوا له مفيش سلطان غيرك، فراح مجمع قواته وخارج لقتال جقمق. ولما وصل بقواته لميدان الرميلة استولى على مدرسة السلطان حسن، وقوات جقمق متحصنة في القلعة، وباب السلسلة مفتوح، وقرقماش واقف مش عارف يعمل ايه. الفرصة بتقول ادخل، حكم مصر بيناديك، وهو واقف مش عارف يعمل ايه ولا عارف يوحد المماليك على رأيه. وكانت الشواهد كلها بتقول ان قرقماش كان على آخر النهار هيبقى حاكم مصر، لكن التردد وسوء التصرف خلاه اتهزم واتقبض عليه ويتذل ويتقتل بعدها بكام يوم. وعشان تتخيلوا الذل اللي شافه قرقماش في اليومين دول، المصريين قالوا في المثل الفقر والإفلاس ولا ذلتك يا قرقماش. وبعد سنين كتير جه حاكم في القلعة اسمه محمد علي، كان المماليك منغصين عليه عيشته وكان خايف على حكمه منهم. فلما طلب منه الخليفة العثماني سنة 1811 محاربة الوهابيين في الحجاز، قالك جت الفرصة، فدعا المماليك للاحتفال بخروج ابنه طسن على رأس الجيش. وبعد ما الكل قعد وكل واتبسط، جه ميعاد الموكب اللي هيخرج للاحتفال، فقالك قيادة الجيش هتنزل الأول وبعدهم المماليك ووراهم جنود الأرناؤوط، والخروج طبعا هيبقى من باب المناسبات اللي هو باب العزب زي ما قلنا قبل كده. والباب ده عشان تخرج منه بتعدي في ممر ضيق بين صخرتين، فلما عدى قادة الجيش وخرجوا من القلعة هوب الباب اتقفل واتحصر المماليك في الممر الضيق، ونزل عليهم الأرناؤوط وهاتك يا ضرب. 470 واحد اتقتلوا ودمهم نزف ورا الباب. طبعا ما نقدرش نقول ان محمد علي اتصرف صح، لكن النتيجة ان محمد علي قدر يرسخ حكمه ويبني دولة كبيرة بعد مذبحة المماليك. وكده خلص فيديو النهاردة، بس لسه في حكايات كتير من مصر، بلد الحكايات اللي ما بتخلصش. اعملوا لايك وشير، استنوني في حكاية جديدة.